نادي ديبورتيفو لا كورونيا يرد على انتقال محمد بولديني المهاجم المغربي إلى النادي الأهلي. تحدث نادي ديبورتيفو لا كورونيا وعلق على كل ما يقال بشأن انتقال بولديني إلى النادي الأهلي. قال النادي الأسباني: هناك اهتمام ولكن من أندية في الإمارات وفي قطر وفي السعودية وفي أمريكا ومن الدوري الصيني من أجل التعاقد مع بولديني، ولكن النادي الأهلي المصري حتى هذه اللحظة لم يتقدم بأي عرض رسمي من أجل ضمه. حاليا لأسباب تتعلق بالسرية لا نستطيع الكشف عن هوية أي نادي من الإمارات أو قطر أو السعودية أو الصين أو أمريكا، ولكن ما نريد التأكيد عليه هو أنه لا يوجد أي نادي من مصر قد تحدث معنا حول التعاقد مع بولديني، وبالتالي ينفي نادي ديبورتيفو لا كورونيا وجود أي مفاوضات من النادي الأهلي، ولكن يؤكدون على اهتمام من أندية الخليج وأندية الصين وأمريكا.